كل الكلام اللي قاله توفيق الراجل الفلاح ده اهو اللي قاعد قدامكم هو اللي بيتحقق، هو اللي بيحصل. النهارده اتكلمت عن سينا، اتكلمت عن تقسيم العرب، اتكلمت عن تحويل الدول العربية من 22 دولة إلى 44 دولة مرحلة أولى، والمرحلة الثانية 73 دولة. اتكلمت عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، شغالين في نيجيريا وشغالين في مالي وفي موريتانيا ومش عارف إيه، وقلت ووجهت أسئلة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى رئيس جهاز المخابرات الأمريكية CIA، إلى وزير الخارجية الأمريكي الجديد اسمه جون كيري، وقلت له يا جون هيلاري كلينتون مشت من الوزارة تعبانة بسببي، وأنا ما كنتش أقصد أتعبها والله، وقلت ده ست زي القشطة، بيضة وشعرها أصفر وعينها ملونة، حاجة جميلة جدا، وأنا كان قصدي بلدي، وقصدي اقول لها الخطط اللي انت بتنفذيها دي ضد بلدي، انا ما كنتش اقدر. قلت له خلي بالك مني يا جون، وسألت وقلت يا جماعة، يا مخابرات امريكية، يا خارجية امريكية، يا بيت ابيض، ماذا انتم فاعلين مع التنظيم الدولي للاخوان بعد ان ساعدتم دولة المقر اللي هي مصر في ان مكتب المقر او المكتب الرئيسي للتنظيم الدولي اللي هو مكتب الارشاد يصل الى حكم مصر؟ هتعملوا ايه؟ ايه خطتكم؟ وجدنا ان هم دارسين الناس دي دراسة كويسة جدا، وانا اتكلمت لما زهلت وقلت دارسينهم من اول ضفر رجلهم لشعر راسهم. النتيجة ان النهاردة بدأ الدكتور عصام العريان في دعوة اليهود المصريين، بعد منه اخونا مصطفى عبد الجليل في الاخبار، هتسمعوا من الكلام ده النهارده، بيدعي الراجل اليهودي الليبي اللي هو الكبير بتاعهم علشان يجي يقعد معاه. نفاجأ بالراجل المرزوقي بتاع تونس برضو على نفس الضرب. الكلام ده انا قلته من حلقتين ثلاثة قبل ما هم يدعوا، وقلت احنا موافقين على ان يرجع اليهود العرب كلهم، مش مصر بس، لان انا عارف انه هو ده اللي هيحصل بكره، هيتقال اليهود العرب كلهم بشروط. قلت القدس الشرقية تبقى عاصمة للدولة الفلسطينية، رقم واحد. رقم اتنين، الولاية على المسجد الأقصى ولاية إسلامية عربية فلسطينية وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة غير منقوصة. آخر حاجة قلت موافقين والله، وهروح أقابلهم في المطار واشيل جزامهم على دماغي، بشرط حق العودة للاجئين الفلسطينيين. يرجع 100 من اليهود المصريين نرجع 100 من اللاجئين الفلسطينيين، يرجع 100 من اليهود التوانسة نرجع 100 زيهم من الفلسطينيين اللي هم بتوع حق العودة، نرجع مش عارف 100 وهكذا. قلت هذا الكلام قلته، ولكن أفاجأ بحاجة غريبة جدا، وهو ده اللي بيزعلني وبيجيب لي يعني اكتئاب نفسي كتير جدا. تخيلت أن السادة المثقفين والكتاب والصحفيين وأصحاب الأعمدة وأصحاب الرؤى وأصحاب المش عارف إيه هيتكلموا في هذا الوضع، هيحطوا إسرائيل في خانة اليك، إنما لقيتهم قاعدين عمالين بيبرروا رفضهم لعودة اليهود المصريين. انت كده هتبقى انت كده شغال في الغلط، انت كده شغال في الغلط. بمعنى ان معروف عن اليهود لما تيجي تقعد معاهم في اجتماع يقول لك لابد ان يكون على الترابيزة كوباية فيها لبن العصفور، وكوباية فيها زيت الاسد، وكوباية فيها دهن الفيل. طب احنا نعمل ايه علشان نكون بنفهم؟ ما نفضلش طول عمرنا حمير، هنفضل حمير، هنفهم بعد 1000 سنة. نجيب لهم كوباية فيها لبن ونحطها، وبعدين نجيب لهم كوباية فيها زيت ونحطها، ونجيب لهم كوباية فيها دهن ونحطها. هيجوا هيقول لك لا ده مش لبن العصفور، نقول له بسيط، هو ده لبن العصفور اللي احنا عارفينه، هات عصفورة واحنا نجيب كوباية
ونزل منها اللبن ونشوف اذا كان ده لبن العصفور ولا اللي انت هتجيبه لبن العصفور، لان العصفور ملوش لبن اصلا، يبقى انت كده زنقته. يجي لنا عند الزيت، هنكون احنا جايبين له زيت ذره مثلا، هيقول مش هو ده زيت الاسد، نقول له والله هو ده زيت الاسد اللي احنا عارفينه. هنجيب لك كوبايه فاضيه وهات الاسد وطلع زيته ونقارنهم ببعض. في الاخر هيقول لك هو اساسا ما فيش لبن للعصفور ولا في زيت للاسد ولا في دهن للفيل. هنقول له الله مش انت اللي قلت. انما اللي احنا بنعمله ده غلط. في مثل اتضرب، مثل بلدي، انا بوجه الكلام ده للاخوه المثقفين واصحاب الاعمده واصحاب الصحف والصحفيين والمفكرين والمتفلسفين والمتنيلين. بقول لهم يا اخوان، في مثل بسيط خالص، مثل انا قلته لبلد في مصر بيعكس هذا المثل ان اهل هذه البلد محدش يعرف يضحك عليهم، اللي هي بلبيس. بلبيس دي احدى مدن محافظة الشرقية، وضربت المثل، والمثل كان بيهدف تاني للمرة التانية انه يعرف الناس ان اهل بلبيس ناس محترمين وعندهم ذكاء جامد جدا ومحدش يعرف يضحك عليهم. ايه هو المثل؟ قال لك بلبيسي قابل الشيطان في الصحراء. الشيطان بيقول له انت بتعمل ايه هنا يا بلبيسي؟ قال له انت اللي بتعمل ايه؟ قال له انا بفتل الرمل، تيجي تفتل معايا؟ قال له قوي، بدل لي وانا افتل. فاهمين المثل؟ احنا بقى ما بنعملش كده، احنا نوقع نفسنا في الغلط، نطلع ان احنا اللي عندنا عنصرية، ونطلع ان احنا بنكره اليهود، ونطلع ان احنا عايزين نبيد اليهود، ونطلع ان احنا مش عارف ايه قدام الرأي العام العالمي. يقول لك ده العرب دول ظالمين، دول طغاة، دول همج. بينما العنصريين مش احنا، واللي عايزين ياكلوا حقوق الناس مش احنا. احنا اللي بناخد على قفانا بس. وبناخد على قفانا ازاي؟ بنجيب ايد الراجل العدو بتاعنا نمسكها كده ونقول له اضرب على قفانا اهو. لان احنا للاسف الشديد اخترنا ان احنا نمشي في طريق الغباء، مفيش ذكاء. انت بتتزنق دلوقتي. عصام العريان ومصطفى عبد الجليل والمرزوق بيقولوا اهلا باليهود العرب في مصر وفي ليبيا وفي تونس، واحنا كمان اهلا اهلا اهلا. اذا هم قالوا اهلا مره احنا هنقول اهلا 1000 مره، بس بشروط، امام الراي العام العالمي، امام الانسانيه، امام حقوق الانسان، امام كل الدعاوى اللي في ظاهرها حق وفي باطنها كل الباطل. زينا زيهم. احنا موافقين يا جماعه، احنا ما نرضاش بالناس اللي اتطردت دي. ده جحا اولى بلحم طور، ومصر اولى باولادها اليهود المصريين، وليبيا زيهم وتونس زيهم، بس برضه فلسطين اولى باولادها المطاريد.